صلاح خويا على برد. انا درت لك هاد البيصاره هادي نسخنوا بها عظيماتنا. واه يا ليت الصيف يعود يوما لأحكي له ما فعله البرد بي. انا بغيت نعرف هاد البرد منين كيدخل. الباب مسدود، الشراج مسدودين، انا مغطي وتليفوني مسدود وداير ليه الكود والبرد مازال كيدخل. وحتى الثلاجه اللي غيخرج منها البرد هذه 3 ايام ما حليتها. حسن عوان الحمسيكي اللي كنديروه في الفريكو لعلم الله باش كيحس. انا بغيت نعرف علاش هاد البرد ما يجيش في الصيف، حيت الصيف سخون والصيف يجي في هاد البرد حيت البرد بارد. وعلاش في البرد ما نطلعوش نسكنوا في مراكش وفي الصيف نمشيو نسكنوا في إفران؟ والله يشوف من حال الناس اللي كيباتوا في الزنقه في هاد البرد. وعلى حساب هاد البرد اللي داخل علينا رحنا في الزنقه نيت. داخل علينا تا الدار، ما عارف واش عندنا الماند، واش عندنا من ناكلو، واش كاين نشوفو، واش عندنا الفاخر. الحق ودخل ما فيه صواب. كون غيتشاور معنا بعدا ويعلمنا نعرفو ما نديرو. واخيب حاجه هي يدخل عليك البرد تا للدار ويلقى جيبك خاوي وكتحس بالكورون داير. وانت فين عمر جيبك كان عامر الصلاح لا في البرد لا في الصيف؟ وفي الخريف ما كتاكلي وتنكري. صلاح علاش سموها الليالي والبرد كيجي بالليل وبالنهار؟ ورا بنهار بنادم كيكون مشغول خدام، كيدخل للدار عاد كيجمع عليه البرد الحساب ديال الليل والنهار. وانت اللي ما خدام لا ليل لا نهار صلاح باش كتحس؟ وكنحس بك كتدق عليا ولكن ما فيا ما نوض نحل عليك. انت قلين عليا المانط وانت قاعد غطا مغلف كي الطاكوس خاص علي ليفريك. شتي هاد الجو هذا راه هو الجو ديال الرومانسيه، وكاع الاغاني ديال الحب تغناو وخرجوا في البرد. انت واش كتضحكي على الوقت؟ بنادم ما قادر يخرج تيديه من جيبو في هاد البرد بقى يخرج اغنيه. واش هادي بساره ولا بمروه؟